شكرا حسين. في هذه اللحظات يسعدنا أن ينضم معنا الزميل العزيز الصحفي المغربي إدريس تزارني. إدريس، في البداية نرحب بك معنا عبر قناة عمان الرياضية، ويا ريت لو تطلعنا على كيف كانت الأجواء في الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. عموما الاجواء داخل الحصه التدريبيه للمنتخب الوطني المغربي، لنقول عموما مرت في اجواء عاديه، في محاولات كثيره من المدرب ومساعديه وطاقمه لترميم ما أصاب اللاعبين من خدوش على المستوى الذهني. أعتقد هي مسألة صعبة جدا، لكن بوجود رشيد بن محمود ووليد الركراكي وطاقم متمرس منسجم، يحاولون جاهدين أن يتجاوزوا هذه الخدوش، ليظهروا في مباراة اليوم أمام المنتخب الكرواتي بشكل يليق بالمنتخب الوطني المغربي، ليضمن له الحصول على المركز الثالث ضمن منافسة كأس العالم قطر 2022. بإذن الله. حدثنا عن الإصابات والغيابات المتوقعة أيضا اليوم. هي المنتخب الوطني المغربي عانى بإصابات كثيرة منذ بداية البطولة، بمعنى أو قبل بداية البطولة، بإصابة حارث وغيره من اللاعبين. بوصولنا إلى نصف نهائي كأس العالم، خرج غانم سايس، خرج نايف آكرد، خرج نصير مزراوي، خرج عدد من اللاعبين يعانون على إصابات. الحصة التدريبية الأخيرة للأسف أظهرت أن غانم سايس ونايف آكرد وناحي وبعض الأسماء يعانون من تشنجات أو ردود. عملية التأهيل إلى أي حد أصبحت أو الطاقم الطبي قادر على إعادة تأهيل هؤلاء اللاعبين جراء الإصابات التي لحقتهم؟ ذلك ما سيظهر اليوم خلال مباراة اليوم أمام المنتخب الكرواتي. ماذا عن الجماهير المغربية أيضا؟ هل في إعداد أخرى متوقعة اليوم تحضر أو بالأمس؟ الجالية المغربية المقيمة بقطر كثيرة جدا، بالإضافة إلى الجماهير التي جاءت من بداية المونديال والعاشقة والمتيمة بحب المستديرة. أعتقد على أن الشكل الذي كنا نرى به الملعب سيكون هو نفسه اليوم. الجماهير ستكون متحفزة، ستدعم الفريق. سننسى جميعا مباراة فرنسا لنركز على مباراة الصف الثالث أو المركز الثالث، وهي مباراة مهمة ليس للمغرب فقط، وإنما مهمة للعرب وإفريقيا وكل إنسان متيم بعشق كرة القدم ويفهم على أن كرة القدم العربية من المفروض أن تتطور وأن تسير إلى مستويات أفضل. طيب، احنا نتكلم اليوم عن مباراة قد تضعك ثالث العالم، وبالتالي هو رقم كبير تاريخي بالنسبة لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية. كيف ينظر الوسط الرياضي في المغرب لهذا اللقاء، وأيضا المنتخب المغربي ما الذي يعنيه هذا اللقاء للمنتخب المغربي؟ المنتخب الوطني المغربي بالنتائج التي حققها مع وليد الركراكي سواء في المباريات الودية أو المباريات الرسمية رفع من سقف طموحات الشعب المغربي والشارع المغربي. لا أخفيك أن حجم التعاطي مع مباراة تحديد المركز الثالث قليل جدا مقارنة مع المباريات الأخرى، ولكن في تقديري الشخصي أنا أعتبرها المباراة المصيرية والمفتاح والتاريخية في مسار كرة القدم، وأفضل وأميز حتى من مباراة فرنسا نفسها. لماذا؟ لأن مباراة تحديد المركز الثالث ستعرف بها قيمتك، إما مركز ثالث أو رابع. أما مباراة فرنسا فأصبحت من الماضي وأصبحت شيئا من الماضي، فلا يمكن العودة إليها كمرجع أو كريفيرونس، وبالتالي أعتقد على أنها أهم مباراة في تاريخ كرة القدم الوطني. ونتذكر جميعا كل المنتخبات الأوروبية لما كانت تلعب على مباريات المركز الثالث كانت تظهر بقتالية وكفاح وصمود منقطع النظير. شكرا جزيلا إدريس، ونرجو كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي اليوم. إن شاء الله. شكرا لكم ولكل جماهير قناة الرياضي العماني. شكرا جزيلا. إذا حسين، هكذا كان حديث الزميل العزيز الصحفي المغربي إدريس تزارني. عودة لك مرة أخرى في الاستوديو.